يا مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد معانا النهارده، وفيديو النهارده حلو جدا ومفيد جدا وموفر جدا. حاجه ولادنا كلنا بيحبوها، وهي سعرها مش رخيص، خصوصا بقى لو عندك طفل في مدرسه في حضانه، فيعتبر بتجيبيها بشكل يومي. بنتكلم هنا على الكاندي والجيلي وما شابه. هنعملها النهارده في البيت. انا طبعا يعني شفت فيديوهات كتير جدا عشان خاطر اعمل التجربه دي، ونزلت يعني الموضوع حطيته في دماغي فعلا، ونزلت جبت حاجته. اقول لكم على الاخطاء اللي انا وقعت فيها علشان تتفادوها، علشان ما يبصش منكم زي ما حصل مني جزء كده وما طلعش احسن حاجه. القوالب السيليكون دي هتلاقيها في اي مكان بتاع ادوات منزليه. القالب الواحد كان عامل 25 جنيه. طبعا دورت يعني وجبتهم. تمام. هتجيبي هنا ده جيلاتين، هتجيبيه من اي عطار. وده كيس جيلي، اي بقى نوع جيلي ممكن تعملي مثلا ايه، جربي في واحد زي ما انا عملت، ولو نجح معاكي والموضوع عجبك هاتي بقى اطعم كتير بقى واعملي اشكال كتير زي ما انت عايزه. ده كيس كان بالاناناس. انا حطيت الكيس كله. وهنستخدم على الكيس 3 معالق كبار جيلاتين. الجيلاتين ده مش غالي، يعني متهيألي الحبه دول ممكن يكونوا عاملين 15 20 جنيه حاجه كده يعني. بس الموضوع يعني بالنسبه لان هو في البيت والولاد هيفرحوا بيه جدا، لان هيلاقوا كميه هتشيليه. ممكن مثلا تستخدمي كده كنوع من المكافآت، على بقى homework اتكتب، على مذاكرة، على حاجة كويسة عملوها أيا كان، وتحفظيه عادي في التلاجة في أي علبة محكمة الغلق، وهيقعد معاكي مفيش أي مشكلة. نستخدم هنا نص كوباية مية تكون سخنة بتغلي. هنزودها مثلا يعني من كوباية، يعني هنستخدم كوباية لحاجة بسيطة، أو كوباية إلا ربع من الفنجان اللي انتوا شايفينه ده، كوباية إلا ربع. تمام كده. هنفضل بقى نقلبه كويس جدا لما نتاكد ان هو كله داب في بعضه كويس، ما يبقاش فيه اي كتل او اي حاجه، علشان ده هيبان بقى لما يطلع، هيبقى طعمه مش هيبقى زي بتاع بره. تمام كده. هندوبه كويس جدا جدا. وبعد كده تبداي ان انت توزعيه في القوالب السيليكون بسرنجه. هاتي سرنجه، لو في سرنجه عندك تكون كبيره شويه، انا ما كانش عندي غير اللي هي بتاعه العلاجات العاديه، فاستخدمتها بصراحه. كنت جايبه اللي هو القوالب اللي هي الارقام، واللي هي الدوائر اللي انتوا شايفينها دي. وكمان جبت اللي هي الطويله طول بتاعه التلج. دي بصراحه كانت حلوه، كانت حلوه جدا. بس الاحسن ان انت تخليها يعني السمك بتاعها ما يبقاش تخين قوي. فاهمين قصدي؟ الارقام ما كانتش احسن حاجه قوي، ما نجحتش معايا بصراحه، اتفرفتت. والاحسن ان انت ولا تزودي الميه بتاعته قوي، ولا تقلليها قوي، لان لو قللتيها هتلاقيه معاكي جامد شويه وبيشد كده. مش بيشد يعني، في قطمه كده، مش زي بتاع بره، مش اللي هو طري قوي وبيتحرك كده مرن في ايدك، لا هتلاقيه بيشد شويه، مش احسن حاجه. ولو الميه كترت منك هتلاقيه بيتفتت منك، مش ماسك نفسه. فاهمين الفكره؟ بس فهنا هتدخليه التلاجة، مش هيقعد حاجه كتير يعني. تابعيه، هتلاقيه مثلا نص ساعه بالكتير وهتلاقيه خلاص اتماسك. بدات بقى ان انا اطلعه كده من القوالب. بصراحه كانت احسن حاجه طلعت معايا اللي هو بتاع التلج ده، ده احسن حاجه. انما الارقام فشل معايا فشل ذريع، هو والتاني المدور كمان فشل اكتر من الارقام. مش عارفه بصراحه ايه المشكله قوي، ولكن ما حسيتهوش. ممكن كمان اول ما تطلعيه تعمليه كده في شويه نشا. دي نشا. ما كنتش حابه ان انا اعمله عليه كله يعني، لان هم ما حبوش بالنشا بصراحه، هم حبوه كده من غير حاجه خالص. فبصراحه كانت تجربه لذيذه وحلوه، ولكن ما كررتهاش تاني علشان ما قعدش يعتبر، يعني هو ما قعدش حاجه خالص. بس ان شاء الله يعني هبقى اكرره تاني. ممكن بقى تعملي باي طعم انت حباه، فراوله، في اطعم كتير جدا، في بطيخ، في كريز، في حاجات كتير جدا ممكن تجربيها، وتعملي بقى اشكال والوان كتير جدا. بصوا كان حلو قوي بصراحه، اللي هو بتاع قوالب التلج ده كان حلو. وممكن كمان لو انت حابه تضيفي شويه سكر، ممكن مثلا تحطي معلقه سكر، برضو هيديله برضو تسكيره كده حلوه زي بتاع بره. انا بصراحه ما حطيتش، بس هو الافضل ان انت تحطي يعني معلقه سكر. وشيلته في علبه او في طبق، مش متذكره قوي، وبقيت اطلع منه بالطلب عادي جدا. ممكن بقى تحطيه كده في النشا ده، وتحطيه بقى في اللانش بوكس بتاع الطفل الصبح في الحضانة، او بصوا حطيته في البرطمان ده وقفلته، ده اللي هو بالنشا. والباقي بصراحة حطيته لهم في طبق كده واكلوه في ساعتها. عايزه اقول لكم موفر جدا. الكيسة بالظبط بيبقى فيها يعني حاجة لا تذكر، بتبقى ب10 جنيه، يعني ممكن 5 وحدات ولا حاجة ب10. فده بصراحة اوفر بكتير جدا.
وعلى الاقل انت عاملاه في البيت وضامنه نظافته وضامنه ان هو ما فيهوش اي مواد حافظه، حاجه كويسه جدا. بصوا دي الارقام بقى اللي نجحت معايا، كنت مبسوطه قوي بصراحه. التجربه بتبقى حلوه لما بتبقي انت اللي عامله الحاجه في البيت وتلاقيها نجحت كده، بيبقى ليها طعم تاني خالص. ربنا يخلي كل ام لولادها ويقدرنا دايما على ان احنا نفرحهم بالمتاح بين ايدينا، ويا رب يا رب دايما بيوتنا عمرنا بالخير. وهنا يكون الفيديو بتاعنا خلص، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونيش في اللايك ودعوه حلوه منكم في الايام الجميله دي، واستنوا مني فيديو جديد. باي باي.